لو سمحت يا هندسة، أنا عندي الذرة لسه في بداية التزهير، يعني يا دوب طلع الشرابة وطلع السبلة. بدأ عندي فيه ورق يصفر في أسفل عيدان الذرة وذبول واصفرار. أنا عايز أعرف إيه السبب وإيه المسبب للحاجات دي الاصفرار ده، وإيه العلاج وطرق الوقاية من الحاجات دي. يلا هقول لكم على كل حاجة. أرضك بتنده. تعالى ما حد غيرك يفيدك يا صاحبي، ليه عيش تعالى عالخلق وتمد ايدك. هلا 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 والله يعينك، الغربة زادت وطالت يا ولدي بيني وبين الفات على الأرض تنزل. الأرض تضحك شايق، تفرح وتجمع وتغزل توبك ومهرك يا عايق، وعلى جبينك يزيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسه مكملين معاكم عن زراعة الذرة في مصر، من الزراعة حتى الحصاد. وموضوعنا النهاردة مهم جدا لمعظم مزارعي الذرة في مصر، واللي هو طبعا اصفرار وزبور الأوراق السفلية لمحصول الذرة. طبعا في وقت التزهير وبدأ خلاص، بدأ الذرة يزهر ويطلع الشرابة ويطلع السنبلة اللي فوق ديت، وزي ما انتم شايفين في الفيديو كده. طيب ايه الأسباب التي تؤدي لاصفرار الذرة اللي هي الأوراق السفلية دي؟ أول حاجة نقص عنصر النيتروجين. يعني الفدان الطبيعي بتاعه معدله 6 شكاير يوريا أو 8 نترات أو 12 سلفات. في ناس بتحط شقرتين، بتحط 3، وبناء على ذلك بيظهر أعراض نقص النيتروجين اللي هي اصفرار وذبول بعض الأوراق واصفرار حواف في ورقة الذرة، فبيؤدي للاصفرار ده اللي انتوا شايفينه ده. طبعا أحيانا بيبقى في نسبة ملوحة في التربة برضه تؤدي للاصفرار. تمام. طيب برضو نقص عنصر البوتاسيوم، طبعا اللي ناس كتير متجاهلة في الذرة عموما. في ناس كتير ما بتحطوش في الذرة، في الرز بتاع، وده من العناصر الأساسية، العناصر الكبرى اللي بتتحط لأي محصول. معدل 50 كيلو بوتاسيوم الفدان، سلفات بوتاسيوم. بس مفيش ناس كتير ما بتحطش الحاجات دي. طبعا عدم تنظيم الري، يعني الري مثلا في ناس تروي على 20 يوم 25 يوم في ظل ارتفاع درجة الحرارة، يروي لك على 20 يوم 25، ما انت بتقطع قلبه وبتعطشه. وممكن يروي مثلا يخلي الارض يملاها من رصة برويش بالحوال، من رصة يملاها مية للاخر خالص، ما يشبعها ميه غرقها ميه، ما بيطلقش تصافي تحت الارض تشبع ميه. ده برضه يؤدي لاصفرار وذبول بعض الاوراق السفليه لمحصول الذرة. طبعا بعض الاصناف التجاوي ده بيبقى عيب برضه في التجاوي نفسها، برضه بيجشش. يعني احنا بنقول على الفلاحين الذرة بيجشش من تحت، معظم تجاوي الذرة بيجشش من تحت. طب دي الاسباب اللي بتؤدي اللي هو الاصفرار الذرة ده. طيب احنا ايه الطرق اللي احنا نعملها علشان نحمي ذرانا من الحاجة دي؟ اول حاجة تسميد الذرة المظبوط. يعني احنا كنت عامل فيديو قبل كده عن تسميد الذرة، هسيبه لكم اسفل الفيديو. يعني تسمد صح، لو سميت صح، تسميد بلدي، تسميد فوسفوري، تسميد بوتاسي، تسميد ازوتي، لو حطيت الاربع حاجات دول بمعدلاتها المظبوطة هتاخد ان شاء الله ذرة ممتاز وذرة نمو خضري كويس. وبرضه تحميه من الإصابة بالدودة، تحميه من رشة دفعة مغذي كويسة، يساعد معاك بعناصر صغرى زنك حديد منجنيز. كل الحاجات ديت المفروض عملتها قبل الذرة ما يوصل لمرحلة التسهير، علشان تحميه من الفترة ديت ان هو يتعرض للي هو الذبول والاصفرار ده. طبعا لتسميد الذرة. تاني حاجة تنظيم الري، يعني لا تعطش ولا تشم. الري برضو في الصباح الباكر او اخر النهار، ما ترويش وقت الظهيرة عشان ما يحصلش معاك قيلولة للنبات ويحصل ذبول كده، تحس ان الورق يتلف وبتاع وكلام من ده. طبعا استخدام تجاوي ذرة محترمة، اصناف جيدة. حاول تاخد الصنف كويس، اختار الصنف الصح، علشان لما تختار الصنف الصح يديك ده لتجنب الاصابة اللي هو الذبول والاصفرار ده. دي الاعراض ودي طرق الوقايه. اللي يقول لك في رش وبعد التزهير وكلام ده يبقى بيضحك عليه. برضو يعني ممكن اصفرار الاوراق ديت لما الذرة بيكبر بيمنع وصول الضوء
الاوراق السفليه ديت، فبيقل التمثيل الضوئي، فطبيعي انها ورقه خلاص كبرت وعجزت اللي هي الاوراق السفليه، فيبدا يصفر معاك، ده طبيعي. بس مش بنسبه كبيره كده زي ما انتم شايفينها كده في الفيديو، ان هو ما يكونش بنسبه كبيره كده الاصابه يتعرض لاصابه كبيره كده والورق يتعرض لشفان كده، لا ديت زي ما قلت لك نقص عنصر النيتروجين. برضو بتعوض النبات، لازم تديله هيومك مره، تديله فولفيك، تديله عناصر مع التسميد كده مع السماده، الحاجات دي كلها مفيده جدا. تمام. فانا ان شاء الله هوريكم دلوقتي في الفيديو زي ما انتم شايفين كده اللهم صل على النبي، ده ذره 3 4 انا زرعه طبعا، انت حاجه بسيطه على جد كده، جراتين كده وبتاع، بس شايف النمو الخضري فيه ده طبعا الصنف اللي عامل اساسي يعني 70 80% بصراحه، وشهاده حاج، ويعني مش بجاملهم والله ولا اي حاجه. تجاوب بايونير لا حاجه تانية، بتفضل خضرة معاك طول الموسم، ما بتعرضش للذبول، ده مفيش ورقه بتصفر، مفيش الكلام ده. يعني انت خدت، لو رجعت للفيديو لورا شفت ده صنف تاني انا ما اعرفوش ايه، والصنف اللي انت شايفه دلوقتي ده 3 4 بايونير، لا في فرق. وحتى انا متاكد من حاجه ديت، ان اصناف بايونير عمرها ما بتجشش، عمرها ما بتتصفر من تحت كده، عمرها ما يحصل لها ذبول. ليه؟ عشان مش عارف هم عالمين ايه، بس اصنافهم كويسه وشهاده حاج، يعني الواحد بيقولها مش ان انا مثلا الناس ديت بيعملوا لي حاجه ولا بتاع، دي شهاده حج الواحد جابت بقى ربنا، ان اصناف تجاوب بايونير صنف محترم جدا، وفيه اللي هو ما بيحصلش فيه الذبول والاصفرار ده بامانه الله يعني. تمام. فاهم حاجه تاخد، لو انت زرعت اي صنف لازم تختار صنف كويس جدا علشان ما يحصلش ذبول. حاول تتفادى الحاجات ديت، حاول تستخدم معالج ملوحه لو عندك نسبه ملوحه، حاول تظبط الدنيا في ارضك علشان معظم الاصناف الارض الذره عموما، الذره كله بيحب المغذيات، بيحب العناصر، بيحب كل بيحب التسمين. فانت اهتم بالتسمين، اهتم بالري في المواعيد الصحيحه، ما تعطش ولا تغرق الارض ميه، استخدام تجاوب معتمده وتجاوب مظبوطه. تمام. ظبط الدنيا. يعني دي كانت مشكله الفيديو بتاع النهارده. فالذبول والاصفرار ده بيحصل بكذا، اسبابه كذا وعلاجه كذا. تمام. يا رب يكون استفدت حاجه من الفيديو ده. لو عجبك الفيديو طبعا ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك، ولو عجبك اكتر اعملوا مشاركه على الفيس، على الواتساب، على الماسنجر، ابعته لصاحبك عشان يوصل لاكبر عدد ممكن يخاطب الفلاحين والمهتمين بزراعه الذره في مصر ومن الزراعه حتى الحصاد. وخلي بالك اهتم بعنصر البوتاسيوم برضو، علشان عنصر البوتاسيوم ده من العناصر الاساسيه، وان شاء الله هحاول اعمل لكم فيديو عن اهميه عنصر البوتاسيوم للذره او لاي نبات. فان شاء الله حاول برضه تحط مثلا سلفات بوتاسيوم مع الري. ممكن لو انت كان في مجال تحط مع لسه الذره صغيره عندك وبتاع، لسه صغير مثلا عمر شهر وبتاع، في مجال الرش ممكن ترش حاجه داخلها بوتاسيوم شغال معاك برضه. فربنا يسهل الحال ان شاء الله، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو قادمه باذن الله. سلام.